بالعيون. أشرفت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا سلمى رئيسة مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان اليوم على وضع الحجر الأساس لبناء المركز الجهوي للأنكولوجيا ودار الحياة، واللذان يرومان توفير التكفل المتخصص للمرضى المصابين بالسرطان على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء دون أن يتكبدوا عناء التنقل للحصول على العلاج. حنان أرسلان، عبد الهادي سكيوي وسمير بركة. مدينة العيون هذا اليوم ووصول صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا سلمى رئيسة مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان إلى حي 25 مارس، حيث قدمت لسموها التحية فرقة من الحرس البلدي. فانطلاقا من اهتمام سموها بمرضى السرطان وتقريبا للخدمات الصحية منهم، كانت هذه البادرة الإنسانية لإعطاء انطلاقة إنشاء مركز جهوي للأنكولوجيا ودار للحياة، وهو أول مركز من نوعه سيتم إحداثه بالأقاليم الجنوبية. هذا المشروع غيعطي واحد القيمه مضافه من ناحيه من جانبين. الجانب الاول هو التكفل بهذا المرضى اللي كانوا غيتوفر عليهم التنقل الى المدن الشمال كمدينه الدار البيضاء، الرباط، مراكش واكادير، وهذا مما غيأثر ايجابا سواء على التكفل بهذه الحالات وحتى على العلاج، لان غيكون العلاج في القريب العاجل، وكذلك غيكون بريكوز كيف تنقول. على مساحة تفوق 19 ألف متر مربع سيتم إنجاز المركز الجهوي للأنكولوجيا ودار الحياة بالعيون. ولقد تابعت صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة لالا سلمى الشروحات المقدمة بشأن هذين المشروعين. فالمركز الجهوي للأنكولوجيا يتألف من وحدات للفحص والعلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي وصيدلية ومرافق أخرى، وسيستقبل أزيد من 2000 مريض سنويا. أما دار الحياة فتصل طاقتها السنوية للإيواء إلى 500 مريض ومرافقيهم، وتقدر كلفة إنجاز هذا المشروع ب 57 مليون درهم، فيما تصل قيمة التجهيز إلى 20 مليون درهم. مؤسسة لالا سلمى خدات على عاتقها أنها تساهم في توفير مركز للأنكولوجيا ودار للحياة بكل جهة من جهات المملكة. وهذا المركز اللي غادي يتم التمويل ديالو من مداخيل الحفل الخيري اللي نظمته المؤسسة في شهر نوفمبر الأخير، غادي يمكن المرضى ديال هذه الجهة من الاستفادة من خدمات ذات جودة عالية. بعد سنة ونصف سيتم استكمال هذا المشروع الذي وضعت حجره الأساس صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة لالا سلمى، ويأتي إنجاز المركز الجهوي للأنكولوجيا ودار الحياة بالعيون بفضل الهبات التي تم تحصيلها من الأمسية الخيرية الأخيرة المنظمة من طرف مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان. هذه الأمسية مكنت من توفير مداخيل مهمة لبناء هذا المشروع بالعيون ومشروع مماثل بمدينة بني ملال.